تعلن جمعية أصدقاء الإرهاب الدولي مسؤوليات اللي أنا الزعيم بتاعها، يعني لا مؤاخذة يعني مسؤوليتها الكاملة عن إن أي لبش في أي حتة في أي منطقة من العالم إحنا اللي عاملينه. وبنعلن أيضا عن عملية تفجيرية كبرى سوف تهز العالم أجمع، هنعملها يوم الثلاث اللي جاي بعد صلاة الجمعة مباشرة. شفت الليفة؟ ليفة ده عيل في الإعدادية يا جدع. دي الليفة الصغيرة. الصغيرة؟ عايز تشوف الليفة الكبيرة؟ نخلة 6 انفار بيجوا شايلينها. يا ساتر. محروم يا مزيكا. محروم من ايه؟ الله هو كان بيتليف خالص. الله مش صاحبي. يوم واحد في السنة بس. تيجي امه من البلد تقلعه وتقف على ظهره بالقبقاب وتقول الليلة يا طيب. تعال عايزك. ايه؟ عايز اسألك سؤال. اتفضلي. عندك شعر في صدرك؟ ايوه عندي. اعده لك. لا اوعي انا عارف امور السرقه بتاعتكم. قبل كده واحد عدى الشعر راسي يشوف النتيجه. شوفوا هذا المخلوق يتغذى على الاسمنت. يا انثى هذا المخلوق ترضع الزباله. خدوا بالكم دي حاجه غريبه الحقيقه، تشبه في تكوينها لانثى العنكبوت. شوفوا حاجه غريبه قوي. شوفوا سبحان الله يعني حاجه في موسم التكاثر الحقيقه، يعني بيتكاثروا بطريقه غريبه جدا الحقيقه يعني. بيستدرجها الذكر الى ضحره يتف عليها تكتر ما تفهمش. اهلا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ؟ اهلا بيك. محسوبك المعلم عبده اجاني صاحب مكتب حانوتي الشباب. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك. ما تاخذنيش معلش في السؤال، حضرتك حانوتي يعني محتاج الدعايه في ايه؟ لا الدعايه دي مهمه جدا بالنسبه لي انا بالذات، لان لا مؤاخذه انا شغلي كله حديث. يا ما شاء الله. شوف يا استاذ، انا عايزك تعمل لي دعايه تهز المقابر. تهز المقابر. طيب انا بتهيألي نبتدي بالتسويق الاول. انا ممكن اعمل لك عرض لمده شهر بس، الميت عليه ميت مجانا. حلو. وممكن نسجل سيديهات عليها صويت. الله حلو ده، انا موافق. انا عايزك كمان مؤاخذه تعمل لي شريحه في التلفزيون تقول فيها في التلفزيون عزيزي العميل اختار تربتك بنفسك. بس هو بيتهيألي موضوع التلفزيون ده هيكلفك شويه. يا استاذ اعمل ميزانيتك ما يهمكش حاجه. افتكرت، انا عايزك تعمل لي كروته. ماشي، اعمل لك كروته كده بشريطه سودا واكتب لك عليها وحدوه. ان شاء الله هتلاقي الميتين للركب بدون مقاطعه. يلا طول وشك حلو عادي. ازيك يا محمد؟ عامل ايه؟ يلا خش تعالى. حبيب قلبي، حتى الحانوت عايز يعمل اعلان. ايه اخبار؟ امسك يا سيدي. ايه دول 250 جنيه حساب فكره اعلان البطاطس. لا يا راجل عجبتهم؟ مدغدغه الدنيا يا ابني. انت ما بتنزلش الشوارع ولا ايه؟ خفيف كده. امسك يا سيدي، ده اعلان جديد. لا ايه ده جل للاطفال؟ جل كيرلي، جل للاطفال الشعبيين. يا سلام. يا ابني الشعبيين ليهم منطق خاص. اولا اسم الكيرلي ده ما ياكلش معاهم. احنا ممكن نغير الاسم ده ونخليه حاجه حرشه كده، عارف؟ جل زحلقه بطعم الكاتشب. رشدي سرحان باظ، أحدثك من الساحل الشمالي الأفغاني، وقد قمت ب41 عملية إرهابية في جميع الدول الأجنبية المنوفية منها والغربية. أحذرك يا أدهم يا شاذ بأنه لن تنعم أمريكا، لن تنعم أنت بيوم واحد. أدفع 1,000,000 تعاطفك وحده مو كفاية، وإن لم تدفع لسوف أقتلك وأقتل بنتك ثم أقتل كريم السكرتيرة. عليكم اللعنة جميعا. وعلى فكرة أنا بقى لا بيهمني بوليس ولا حركات والحركات البلدي دي. ودلوقتي قولي رشدي يا باظة. طيب رشدي يا باظة، مش هتقدر تغمض عينيك. فاصل وانا خسر يا سيدي، ده انت خسرتك مكسب. برا
بره. اسمع بس انا عايز اقول لك ايه تاني. هو كان في اولاني قلت بره. طب ماشي حاضر بص خد الكارت بتاعي معاك خليه معاك احتياط. حاضر يا سيدي. رشدي يا باظة زكي رستم اتفضل بره. هاتولي بتوع الامن. انا مش حرامي عشان تطلب لي الامن. تطلب لي الامن ليه؟ انا عندي شركه زيك بالظبط. زي انا يا حقير يا واطي. طب وليه قلة ايه يا انت؟ قلة ايه؟ اصبر. مش لاقي غير قلة الادب. قلة صدق ملهاش. شفت حاجه تحير. ليه بقى قلة الادب دي؟ خدوها. قلت لك سامح ده هيضيعك. قلت لي هعدي. اديك ضيعت فلوسك واشتريت بدله قلاجه وجزمه قيمه وشنطه ما حصلتش عشان تروح تتضرب بيهم. امال يعني كنت عايز اتضرب كاجوال؟ ايوه بس انت اتضربت جامد قوي. دي البدله اتهربدت بس ورحمه ابويا وامي ما هسكت. هتعمل ايه يا مجنون؟ هشتري بدله غيرها. طب بقول لك ايه، خد اطلع عندي فوق وشوف لك خدمه كده حلوه البسها عشان النهارده هسهرك سهره جديده عليك. طب تعمل ايه؟ ها؟ عايز اشوف قفايا متصرف يا جماعه. احنا هنسهر هنا؟ يا عم دي فسحه 5 نجوم ما تقلقش دول كلهم حبايبي واصحاب. حبيبي الله ابو جمعه صباح الفل. المعلم مشمش والله كويس ده اوانه. رشدي مش اوانه. خد يا عم قطع الحجر ده وما لكمش دعوه بالحجر ده. انا هوصلكم على الشاي. اتفضل. انت لابس احلى بدله عندي خد بالك منها بقى. يا عم ما تخافش ده الواحد كان دافن نفسه بالحياه. بقول لك ايه صحيح، هو المعلم مش ده نشاطه ايه؟ مخدرات. طب والصبح؟ مخدرات. الله، يعني ساب شغله ومتفرغ للمخدرات؟ الناس قاعده بتحشش ولا مليم هتاخدوه مني يا كلاب بعد كده. طب خلي بقى الصحافه تنفعك. مش انت بس، انت والتلات حميد اخواتك ولا مليم. يا سفله والله العظيم لا تقص البنت فوق دماغكم يا كلاب. انتوا ما تنفعوش تعيشوا في بيوت زي الناس المحترمين. انتوا تعيشوا في خرابات واعملكوا اصحابي ورجاله وتعضوني تضربوني في ظهري يا كلاب. والله كلاب كلكم كلب